اخواتي بقى، قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي. النهاردة اتطلب مني ميلك تشيك موز، تعالوا كده ما نعمله مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي في البيت. حاجة كده عظمة قوي. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهنكون مجهزين ايس كريم من الفانيليا. وطبعا الايس كريم الفانيليا مش لازم نجيب الجالون الكبير، ممكن نجيب الجالون اللي هو الصغير النص كيلو ده ونخليه عندنا في البيت في الفريزر وهنشتغل منه يعني. وطبعا لبن، واساسي الموز هيبقى موزة واحدة كفاية طالما هنعمله بالايس كريم. لو مش هنعمله بالايس كريم ممكن نحط مثلا موزتين ونحط شوية تلج ونحط اللبن، هيطلع تقيل معانا. بس النهاردة هنعمله بالايس كريم. اول حاجة هنسحب كده 3 بولات ايس كريم. حطينا اول بولة وسحبنا تاني بولة، وهنسحب تالت بولة. حطينا كده 3 بولات ايس كريم. بعد كده هنجيب الموزة وهنقطعها وهنحطها في الخلاط. وتمام كده حطينا الموزة، جبناها كده وقطعناها نصين وحطيناها، وممكن نحطها سليمة عادي مفيش مشكلة. وهنكون مجهزين اللبن بتاعنا، هنحط في معيار ربع كوباية لبن بس كده. تمام، ربع كوباية لبن علشان احنا حطينا الموز لما بيتضرب في الخلاط بينفش، غير الايس كريم هيتقله معانا وهيكتر كمان معانا. طبعا مش حابين ان احنا نحط سكر خالص طالما حطينا ايس كريم. تمام اوي، هنغطي بقى وهنسيبه يتضرب في الخلاط لمدة 7 ثواني بس. وتمام اوي كده، هو كده خلاص اتضرب معانا وبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين تقيل اهو من جوه. الوقت هوريهولكوا وهو نازل في كوبايه، يعني موز ايس بالايس كريم ميلك تشيك موز بيطلب منا على طول، والاطفال بيحبوا يشربوه، وطبعا الكبار اساسي. هنجيب بقى كوبايه تكون بلاستيك عندنا او ازاز، اهم حاجه تكون شفاف. وهنكون مثلا مجهزين صوص كراميل، لو ما فيش صوص كراميل مش مشكله خالص، بس انا احب يعني ان انا اجرنش الكوبايه كده، ازوقها علشان تدينا شكل حلو وتفتح النفس كمان. تمام قوي، زوقناها اهو زي ما انتوا شايفين. كوبايات بتطير مني. وهنجيب الموز باللبن نقلبه كده في الخلاط شويه اهو، وهنقوم نازلين بقى كده في الكوبايه. طبعا نازل تقيل اهو زي ما انتوا شايفين اهو، هو ده المطلوب يعني. نازل تقيل. طبعا كل ما يكون تقيل القوام بتاعه تقيل كده، كل ما هيدينا الطعم اللي احنا محتاجينه، طعم الموز باللبن. تمام اوي كده. وممكن طبعا يعني بعد ما حطينا كده الموز باللبن، ميلك تشيك موز باللبن، ممكن نجرنش من فوق الوش كده بشوية قرفة كده خفيفة. حاجة بسيطة قوي يعني، ما نكترش القرفة، نزين كده بشوية قرفة علشان تكسر معانا كده الطعم وتدينا النكهة القوية. طبعا النهاردة عملتلكوا ميلك تشيك موز باللبن، حاجة كده عظمة قوي. يا ريت نعمله بالشكل ده كده في البيت، وما تنسوش بقى تعملوا لي شير وما تبخلوش علينا باللايك، ودعموني بقى علشان يوصل لكم كل جديد. بس خلاص.